اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا مساء الفل، يا مساء الياسمين، يا مساء الهنا والسعادة على عيون كل متابعين وصفة وأكلة مع شيوم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه لكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده فيديو التوفير. اظن ان احنا كلنا بيفضل عندنا اكل بايت وبنبقى فرحانين ومبسوطين ان احنا عندنا اكل، وهنأنتخ بقى في اليوم ده وهنريح ومش هنطبخ. كلنا كده عامة، يعني مش انا لوحدي بس. المهم يا ستي ايه، كان عندي بقى اكل بقى من امبارح. كان عندي محشي، يعني الاكلات اللي هي ايه، لو غابت او استنت لتاني يوم ما بيجرالهاش حاجة ولا طعمها بيغير ولا اي حاجة. يعني يا سلام بقى على الست كده لما تبقى عاملة حلة محشي ولفاها من قبلها بيوم، وتاني يوم هتولع عليها بس البوتاجاز، شوية شوربة على شوية المحشي، وتسيبهم يعيشوا مع نفسهم على البوتاجاز. قمة السعادة، مفيش بقى لا شغل ولا مشغلة ولا وراها لف محشي ولا وراها أي حاجة. المهم بقى كان عندي حلة محشي لفاها من امبارح مع فطار امبارح. طبعا كنت عاملة المحشي والبط، وكنت عاملة كمان والفخدة الضاني والمسرودة والملوخية، يعني كان في اكتر من صنف عندي امبارح، ففاضل منه اكل كتير. فهرميه؟ لا مش هرميه طبعا، ده يبقى حرام علينا حتى. فقلنا بقى نقضي بيه النهاردة كمان. مع حلة المحشي اللي انا لفاها برضو قلت اسويها. وقلت بقى اعمل ايه، قلت بقى اعمل جنب الاكل كده شوية كفتة، بس هعمل لكم شوية كفتة اقسم بالله من الاخر. بكيلو لحمة ضعفت الكمية وخليتهم بمقدار 2 كيلو لحمة. تعالوا شوفوا هنعمل ايه. عندي هنا كيلو لحمة، حطيت عليهم كوبايتين من البرغل. طبعا بليت البرغل في مية من قبلها بربع ساعة، عشان البرغل كده ينفش معايا ويطرى كمان لما اجي كده ايه اطحنه كمان في الكبة. المهم يا ستي ايه، المفروض الاساسي، يعني لو انت عايزه تضاعفي الكميه اكتر مني، المفروض يعني ان انت تحطي على الربع كيلو كوبايه من البرغل. انا حطيت دولت كان كيلو لحمه، حطيت كوبايتين. يعني المفروض كنت ضعفت كميه البرغل كمان على اللحمه، بس انا استكفيت بصراحه بكوبايتين على الايه، على اللحمه بتاعتي. تمام كده. طبعا فرمت كده في الاول بصلتين، وبعدين وبقرن فلفل اخضر وشوية توم، وبعدين حطيت البرغل، ضربتهم كده مع بعض ضربة كويسة في الكبة. وبعدين قلبت بقى البرغل بتاعي بالبصل بالثوم بالفلفل الاخضر، حطيته بقى ايه على اللحمة. وبعدين حطيت التوابل بتاعتي ايه، حطيت معلقة كبيرة من البهارات بتاعت الكفتة، كفتة الحاتي طبعا لان احنا هنعمل كفتة حاتي دلوقتي. المهم ايه، حطيت معلقة كبيرة من البهارات بتاعة الكفتة، وحطيت معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة من السبع بهارات. بس كده. وبعدين ضربتهم كده ضربة حلوة في الكبة، وسبتها ايه ترتاح كده شوية في التلاجة وتاخد وتدي في التتبيلة بتاعتها. وطبعا لازم يعني ايه، هي اصلا لازم ترتاح شوية. المهم بقى جبت كنافة، جوزي قال لي انا عايز اكل كنافة من بتاعة زمان، اللي هي بتبقى محشية مكسرات، اللي هي ما بتدخليهاش الفريزر وتطلعيها تفرفتيها. لا انا عايز الكنافه كده صح صبحه كده، وتيجي من عند الكنفاني تمسكيها تقطعيها او تقصقصيها وتعمليها زي زمان. فاكره زمان؟ اقول له اعمل لك حاضر. كان حماية الله يرحمه كان يجيب لي الكنافه، وكنا نقعد كده انا وهو نقطعها كده زي ما انتم شايفين كده، نقعد بقى نقطعها قطع صغيره. فكان حماية الله يرحمه كان يحب الكنافة جدا، فكان دايما يجيب لنا كنافة. لازم بعد الفطار كده يقوم ياكل كنافة على طول. فكنا بقى نقعد كده انا وهو نقطع في الكنافة كده ونعملها انا وهو، الله يرحمه والله كانت ايامه جميلة، ربنا يرحمه ويغفر له. انسان كان طيب ومحترم وخلوق. عمري ما شفت منه حاجة وحشة، عمره ما زعلني، اقسم بالله عمره ما زعلني ابدا. ورغم كده والله يعني كنت بحس ان هو زي بابا، زي بابا بالظبط، زي بابا الله يرحمه والله اقسم بالله. ربنا يرحمهم جميعا يا رب ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يا رب. المهم ايه، قطعت كده الكنافة، ونرجع بقى للفيديو بتاعنا، ما نقلبش على بعض المواجع. قطعت الكنافة وقصقصتها بالمقص زي ما انتوا شايفين كده، والحتت اللي كانت مكتلة كده كنت بمسكها كده افركها بكف ايدي كده، كانت بتتفكك من بعضها. ومسكتها قصقصتها كلها بالمقص وقطعتها، وحطت لها حوالي كوباية ونص من السمنة السايحة. ما حطت لهاش سكر عشان هو عايزها طرية شوية، السكر بيخليها ناشفة. المهم حطيت بقى المكسرات بتاعتي، اي مكسرات بقى موجودة عندك، زبيب، جوز الهند، بندق، لوز، عين جمل، سوداني. انا حطيت سوداني وزبيب وجوز الهند، ورشيت عليهم رشة سكر بحيث السكر يسيح كده ويمسك كده المكسرات في بعضها. وبعدين حطيت بقى طبقة من الكنافة زي ما انتوا شايفين كده.
امسكها كده بقى اوزعها كده من على الوش كده حلو كده كويس كده عشان ما تبقاش عامله زي المطبات، حته مليانه وحته رقيقه. فنوزعها كده توزيعه تمام كده بايدينا. وبعدين كده بقى نكبسها كبسه حلوه كده، بس انا ما كبستهاش جامد على الكنافه دي، ما بتحتاجش ان هي تتكبس جامد، عايزه كبسه بسيطه كده. وبقيه السمنه بقى هرشرشها كده على الوش كده وكده خلاص. وعندي الفرن طبعا سخن، لازم تدخل على فرن سخن. كده خلاص دخلنا كده الكنافه بتاعتنا الفرن. وبعدين هحط بقى هنا المحشي بتاعي كده يستوي. هحط له الشوربه دي عندي من امبارح كمان، فحط سخنتها غليتها وبعدين حطيتها على المحشي زي ما انتم شايفين كده اسوي بقى المحشي. وبعدين هنا بقى جيت بقى اصبع بقى الكفته بتاعتي. شوفوا اللحمه بتاعتي ما شاء الله عليها، زي السكينه في الحلاوه، ماشيه زي الفل. شوفوا اهيت، طريه وحلوه زي الفل ازاي. وعلى فكره البرغل ده ما بيبانش في الاكل خالص، يعني ممكن تقولوا ان هو مثلا يقرش او كده، يعني لا لا لا، ما فيش الكلام ده خالص، يعني مش زي الفريك على فكره. يعني الفريك ممكن تحس بطعم الفريك او كده يعني، انما لا، البرغل مش هتحس بطعمه. وغير كده هو مفيد طبعا. غير الفول الصويا. الفول الصويا يعني على ما سمعت ان هو مضر طبعا، يعني مش كويس مش صحي. انما البرغل طبعا عارفينه، كلنا عارفين ان البرغل صحي. وان شاء الله لما تجربي طريقة الكفتة دي هتعجبك جدا، اقسم بالله تحفة. حتى بعد كده ما استوت كده كانت جوسي كده وطرية وحلوة كده. المهم بقى هخلص بقى الكمية بتاعتي، وطبعا عندي الفرن سخن مكان ما كنت حاطة بقى صينية الكنافة. خلاص خلصت كده كمية الكفتة كده، وطلعت صينية الكنافة ودخلت بقى ايه صينية الكفتة. نسقي بقى الكنافة بتاعتنا بالسيرب زي ما انتوا شايفين كده اهوت. طبعا السيرب ده احنا كنا عاملينه مع بعض قبل رمضان من تحضيرات رمضان. شوفوا بيوفر معانا في الوقت ازاي، وبيخلينا بيسهل علينا بقى، يعني مش لسه هنعمل سيرب ولسه هنعمل حلويات ومش عارف ايه، لا كل حاجة بقى موجودة كده وكل حاجة مترتبة لها. بتشجع بقى الواحد ان هو يعمل في اي وقت. المهم بقى عندي بقى الكفتة بتاعتي استوت معايا اهيت، وبعدين حطيت لها فحمياية اهيت وشوية زيت، وسبتها تشرب من ريحة الفحم. تحفة يا جماعة والله اقسم بالله تحفة. عملت بقى شوية سلطة وشوية طحينة. لازم بقى طحينة طالما فيه كفتة، يبقى لازم طحينة ولازم سلطة كمان. سلطة بقى مشطشطاها كده وفص ثوم كده وليمون ومقولكوش بقى. وحطيت هنا الطحينة وشوية بفكها كده بشوية مية، وبعد ما فكها بشوية مية بحط لها بقى يعني معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة كده من هريسة الشطة دي، طبعا عليها ملح، هريسة الشطة بالثوم بالملح. وهحط كمان رشة كمون وليمون، بس كده. كده خلاص خلصت معانا الطحينة بتاعتنا. وخلاص كده الكفتة هي تشوفوا طرية ازاي، بوريكم واحد صبع كفتة شوفوا تحفة. والله شوية كفتة من الآخر. ده كيلو كفتة، شوفوا قد ايه عمل معايا، قد ايه كمية كبيرة اهيت. وده المحشي بتاعنا اهوت وعملنا كمان شوية بطاطس شيبسي والكنافة وشوية ملوخية كمان فاضلين من امبارح. كله فضل خيركم، كله نعمة وفضل من ربنا. وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.